السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكركم جدا جدا على المشاهدات، ارتفعت عندي يعني ما شاء الله. بشكركم على مشاهدتكم الشهر ده. اتمنى منكم الدعم اكتر عشان المعلومة توصل لاكتر عدد ممكن من الناس ويستفادوا. النهاردة هكلمكم عن اكتر حاجة تخليكي متأكدة من نوع الجنين من اول ما تعرفي انك انتي حامل، من اول ما بيبدأ الكيس بالظهور. ملناش دعوة بالمشيمة ولا مكان المشيمة فين، انتوا تركزوا معايا على شكل الكيس. اول ما الدكتور يا حبايب قلبي بيبدأ يفتح الجهاز قدامك كده، بتشوفي انتي بطنك، الدايرة اللي فوق دي بطنك ماشي، بس اللي جوه الدايرة ده هو اللي هو اسمر غامق ده، تمام، وجوه منه حاجة فاتحة برضو كده، هو ده الكيس اللي احنا بنتكلم عليه. عشان في ناس بتكتب لي كومنتات تقول لي الكيس ده ايري يا حبيبتي. ايوه اللي بره ده اوكي، انا هعلم لكم عليه. اللي بره ده هو ده بطنك، اما الحتة اللي هي على شكل هلال دي او شكل فاصوليايه دي، هو ده الكيس اللي هي الحته السمرة دي، هو ده الكيس، وجواه الجنين اهو برضو فاتح اهو. الجنين عامل زي البطاطسايه جوه على جنب كده ماشي، فاتح، لونه فاتح. البطن اللي هي مدوره دي وفاتحه دي البطن، جوه منها حاجه زي الفاصوليايه كده، تمام. وده تصوير تاني اهو، نركز شويه. اظن اللي هيشوف الكيس ده هيقول ده دائري، لا مش دائري، ده بيضاوي. بيضاوي الكيس ده، بيضاوي، تمام اهو. ركزي بقى كده، الكيس بيضاوي، عشان في ناس بتيجي تقول اصل الكيس دائري، لا مش دائري، بيضاوي اهوت. والجنين بالطول فيه، الجنين بالطول، الكيس بيضاوي عامل زي البطاطسايه كده، تمام، معوج. وانا قايله لكم في كذا فيديو لما يكون بيضاوي او عامل زي البطاطسايه معوج ماشي. وده كمان مقلوب زي شق القمر اهو، او زي شكل البطيخه بس مقلوب هلالي، مقلوب برضو اللي هي الهلال المقلوب اللي هو الاسود ده، العلامه السوداء خالص الغامقه دي، في قلبها الجنين، تمام. فانا عايزاكم تركزوا كويس في شكل الكيس. شكل الكيس لما يكون بالثلاث اشكال اللي انتوا شفتوهم دول، بيكون الجنين بمشيئة الله ولد، تمام. وركزوا الدايرة الاولانية دي بتبقى دايرة البطن، تمام، اهي دايرة البطن. اما الشكل الهلالي اللي جواه الاسمر غامق ده وجواه منه حاجة فاتحة كده، هو ده ايه؟ الكيس اللي احنا بنتكلم عليه، تمام. هو ده المقصود. وده النبض. بصوا، مش يعني النبض ما تركزوش فيه قوي، لان الدكتور بيلاحظ وانت بتسألي النبض كام ومش كام. في صديقة كانت مرة النبض كان اكتر من 150 وكان الجنين ولد. مش شرط اقل من 150 يبقى الجنين ولد واكتر 150 الجنين بنت، بالعكس. يعني مش شرط النبض مش بيأكد لك 1000000% ان الجنين ولد او بنت، تمام. ما تنسوش بقى يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة.